بسطت باب الرجاء ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. نغمات على ضوء الهلال. نغمات على ضوء الهلال، إعداد وتقديم عزة إسماعيل. في ليالي شهر رمضان الكريم، حيث تصفو الأرواح وتلين القلوب، نصغي إلى النغم حين يتحول إلى دعاء، وإلى الصوت حين يصبح عبادة. سهرة الليلة ليست مجرد لقاء فني، بل رحلة في عالم الابتهال، حيث يلتقي الإيمان بالإبداع والخشوع بالجمال. في هذه السهرة أحد الأصوات التي حملت الابتهال إلى القلوب بصدق وتأثير، إنه فضيلة الشيخ المبتهل إيهاب يونس. تقواك في قلبي ضياء رضاك، ما ضعت يوما في ضياء هداك. تقواك في قلبي ضياء رضاك، ما ضعت يوما في ضياء هداك. تلقي بحبك للمطيع هداية، فكأنه وكما تراه يراك. تلقي بحبك للمطيع هداية، فكأنه وكما تراه يراك. فكأنه وكما تراه يراك. فكأنه وكما تراه يراك. نغمات على ضوء الهلال. برحب بفضيلتك، وكل عام وحضرتك بألف خير. كل عام وحضرتك بخير، والأسرة البرنامج كلهم بخير، والمستمعين جميعا بألف خير وألف صحة وسلامة. أعلم تماما ويعلم المستمعين أنه ليس اللقاء الأول، ودائما أدعو ألا يكون الأخير شيخ إيهاب، ولكن في شهر رمضان دائما هو شهر بتتجدد فيه العلاقة بين الإنسان وصوته الداخلي، وبين الروح وخالقها. كيف كانت البداية الأولى لهذا الصوت العملاق مع فن الابتهال؟ وهل ولد هذا الشغف من لحظة روحية خاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بالنسبة للبدايات، البدايات كانت من الكتاب.
الكتاب هو مكان كنا نتعلم فيه القرآن ونتعلم فيه قواعد اللغة، وكنا نتعلم فيه بعض الأناشيد وبعض وأسماء الله الحسنى والأشياء التي ينبغي على الطفل من صغره أن يتعلمها. لما بدأت في الكتاب دخلت أنا عمري 3 سنوات، وبدأت أتدرج في السن حتى لاحظ الشيخ إني أنا بأدي بنفس الصوت الحلو اللي هو كان بيأدي بيه رحمة الله عليه. وبدأ يعرف أهلي بالكلام ده إنه إيهاب خلي بالكوا صوته كويس. فبدأ الوالد يلاحظ إن أنا بتخيل شكل ميكروفون بمسكه في إيدي عشان كأني بقول والناس بتسمعني، وده كان حلمي من طفولتي إن أنا أقول في ميكروفون وإن أنا أقول في وسط جمهور. فكنت ساعات أمسك كوباية صغيرة على إنها ميكروفون، أمسك عصاية صغيرة على إنها ميكروفون، تصنع الإيكو بشكل طفولي. فبدأت الوالدة والوالد ياخدوا بالهم، وبعدين بدأ مع انتشار. يعني كنت تستشعر جمال صوتك يا شيخ إيهاب أم هم الأسرة المحيطة من نبهت حضرتك لجمال صوتك؟ استشعرته عندما استمعت إليه لما بدأت أسجل. لما كبرت بقى في السن شوية بدأت أسجل الصوت، فقلت لا ده الصوت كويس، يعني هو طبعا مش حلو بس كويس. مقبول يسمع. يسمع. وبعدين دخلت المعهد الأزهري. بدأ برضو الأساتذة في المعهد المدرسين يلاحظوا هذا الأمر، فبدأت إن أنا أخرج في الإذاعة المدرسية. حضرتك خريج الإذاعة المدرسية يعني. نعم. أنا عايزة أقول كده. نعم. وفترة من الفترات كنت رئيس الإذاعة المدرسية كمان. وكان في فترة رئاستي لإذاعة المدرسة كان لا يسمح لي بالغياب مطلقا حتى وإن كنت مريض، وإلا كنت يعني أنال ما يعني مكانة جبارة في المدرسة. فالإذاعة خرجت منها وأنا صغير. بدأت أقول مرة قرآن، مرة حديث، مرة إنشاد. وبعد كده انتقلت المرحلة بي إلى أن أنا الوالدة ربنا يديها الصحة حبت أن هي تنمي فيها شيء تاني. الشيء ده لما أهدي إلي مصحف بطريقة برايل، فكان نفسي أقرأ في هذا المصحف. فبدأت الوالدة تشوف ممكن أتعلم الطريقة دي فين، فأخذتني على المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين لكي أتعلم طريقة برايل. حاولت انها تدخلني مدارس المكفوفين، لكن كنت وقتها عديت سنة 4 أو 5 ابتدائي، فقالوا لها ما ينفعش لان لو كده هيعيد من سنة أولى ابتدائي تاني. فقلت اتعلمه تعليم خارجي. وانا بتعلم طريقة برايل لفت انتباهي غرفة الموسيقى المجاورة لغرفة التعليم البرايل. فدخلت للأستاذ الراحل الأستاذ أحمد ناصف وقلت له أنا عايز أغني. فبتغني لمين؟ قلت له أنا بعرف أغني أم كلثوم وبعرف أغني لعبد الوهاب، لأننا كانت حياتنا ويعني من طفولتي إلى هذه اللحظة الراديو، رغم حتى ما اشتهر من السوشيال ميديا ولا زال تعلقي بالراديو إلى هذه اللحظة. فكنت طبعا دايما أحفظ. ده من دواعي سرورنا. ربنا يبارك في حضرتك. البرنامج العام تحديدا والله ليس لوجودي في البرنامج العام، لكن أنا كان إذا توفق أو إذا أيقظوني لأي وقت أبقى أنا عارف الساعة كام من خلال حفظي لمواقيت برامج البرنامج العام. عارف البرنامج العام بيتشرف. ربنا يعز حضرتك. فبدأت أغني معاه، فهو اكتشف إن الصوت ده لابد أن يعني يهتم به. رحمة الله عليه بدأ يعلمني أصول النغم، أخذني إلى فرقة المركز النموذجي للمكفوفين. لما دخلت الفرقة بدأت أن أنا أصعد على المسرح. كان أول صعود لي في الاحتفال بذكرى الشاعر مأمون الشناوي على مسرح جمعية الشبان المسيحية. وكان أنا فاكر هذه اللحظة كان اللي بيسمعني الفنان عبد الله أحمد عبد الله، فبدأ يسمع ويطلب مني إعادة الكوبليه. ده كان في فرقة المركز النموذجي للمكفوفين. ده إعجابا وطربا. نعم. بعدها أحد أعضاء الفرقة الأستاذ محمود حمدي أستاذي ومعلمي قال لي يا ابني أنت مخارجك مخارج قرآنية، فيفضل أن تترك الغناء وأن تتجه إلى الإنشاد الديني. حقيقة أنا ما خالفتش كلمته، وبدأت أن أنا أشتري أشرطة العمالقة في فن الإنشاد الديني، مولانا الشيخ علي محمود، الشيخ سيد النقشبندي، الشيخ طه الفشني. وكان اللي أنا باخده كله من مصروف، كنت يعني بدل ما أجيب بيه حاجة أكلها زي الأطفال ولا كلام من ده، لا أجيب بيها أشرطة
في عز ما كانت الاشرطه بتكون غاليه على طفل صغير زي بالظبط، وخصوصا الاستيريو. وكانت شركات كنت دايما متردد على صوت القاهره، متردد على اي مكان بيكون فيه اشرطه هؤلاء العظماء. بعد كده في المرحله الثانويه ذهبت الى مولانا الراحل سيدنا الشيخ ممدوح عبد الجليل، وبعد كده اصبحت عضو في فرقته وفي بطانته. كنت اصغر عضو في هذه الفرقه، وكنت انا اللي بقول لمولانا: يا مولانا انا سمعت التوشيح ده في الشريط كذا، ما تيجي نقوله بالبطانه مع بعضنا. وكنت انا اللي بيبقى يعني عليا ان انا اقول للبطانه هنقول توشيح كذا ونحفظ توشيح كذا. كنت قائد كمان للمجموعه وموجه لها، مع ان انا يمكن بالنسبه لهم طفل، لان هم كلهم كانوا كبار في السن وكلهم كانوا عندهم اولاد واحفاد. ولكن كان سيدنا الشيخ بيشجعني ويحب يسمع رأيي، ويحب ان انا اقول له طب ما تيجي نقول التوشيح دوت غاب عننا، ما تيجي نعيده تاني. يعني اعطوك الثقة منذ البداية. نعم. في شهر رمضان بيصبح الصوت رسالة خصوصا لدى المبتهلين، والابتهال تحديدا بيصبح جسر بين الأرض والسماء، خصوصا في العبادة في هذا الشهر الكريم. هل ترى حضرتك أن الابتهال فن للعبادة قبل أن يكون لون فني؟ أنا عندي يقين تام أن رسالة المنشد كرسالة الخطيب، بل قد تكون أسرع إيصالا أو أسرع وصولا للمستمع من رسالة الخطيب. بمعنى أن الخطيب من الممكن أن يتكلم في أمر ما عن الصبر، عن التوبة، عن خلق من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيتحدث فيه مثلا في ربع ساعة، في 10 دقائق. لكن المنشد من الممكن أن يقول هذا المعنى في دقيقة أو دقيقتين بنغمة توافق الكلمة، فيكون الوصول أو الاستجابة من المستمع أسرع بكثير من استجابته للخطبة التي تلقى. فالإنشاد رسالة مهمة جدا، بل رسالة قوية، ولكن بيكون هنا الشرط أن يكون المنشد صادق. صدق المنشد هو الذي يجعل الرسالة تصل أو لا، ويكتب له النجاح، لأنه نعم. ما خرج من القلب يصل نعم. إلى هو لابد أن يعرف قدر من يمدح، ولابد أن يعرف قدر من يتكلم عن، إذا كان يتكلم عن الذات الإلهية أو يتكلم عن الذات المصطفوية ذات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعني يكون عنده شغف وحب لمن يمدح. إذا كان الأمر كذلك فيكون وصول رسالته وصول سريع جدا. حضرتك أثرت نقطة غاية في الأهمية، وهي الأوضح والأصدق في كل ابتهال بنتلقاه من مبتهل لمس القلب، وألا وهو الصدق. كيف تحافظ على الصدق الروحي في زمن السرعة والمنصات الرقمية؟ الفقير لا يقبل أي نص. يعني أنا إذا كنت أقرأ في النصوص القديمة أو يكتب لي نصوص حديثة، دايما الشعراء بيغلبوا معايا شوية، الشعراء الجدد بيتعبوا معايا جدا. ممكن يقول لي أنا جايب لك قصيدة حلوة جدا وجميلة جدا وتعال نشوف، أقول له لا مش عجباني، ما وصلت ليش، إلى أن يعيد أو يأتي بقصيدة وأخرى حتى تعجبني، فأقول خلاص أنا أقول القصيدة دي. فأنا ما كانتش القصيدة تعجبني وأحسها أنا ما بقولهاش، ممكن تعجب غيري، لأنه لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. لكن أنا ليا طريقة معينة أو ليا، رغم أنني ممكن أكون ضعيف شوية في علم العروض، ضعيف في بعض الأشياء، لكن تعوض هذا بهذه الموهبة الكبيرة. لكن القرآن علمنا كمان إن إحنا نسمع كويس، وعلمنا إن إحنا نتلقى كويس، وعلمنا إن إحنا مخارج الألفاظ تكون إزاي كويسة، وقوة الأذن والاستماع. بالضبط. فالقرآن من أهم الأشياء التي جعلتنا نتلقى أو نسمع القصيدة فنستحسنها أو نستبعدها. الصدق يأتي من هنا، يأتي من أن أنت تكون حاسس بالكلام اللي أنت بتقوله. إذا كنت حاسس بالكلام اللي أنت بتقوله وعارف قدر الممدوح، فإذا هتؤدي بشكل جيد. ولذلك مشايخنا كانوا بيقولوا إنشاد بلا روح فلا إنشاد. الروح هتيجي منين؟ هتيجي من صدقك ومن إحساسك بكل كلمة تقولها، عشان كمان تقدر تواكب النغمة اللي انت هتختارها، لأنه اختيار الكلمة واختيار النغمة ده شيء صعب جدا. ومن هنا يمكن كثيرون يقولون إن بعض الأصوات تغير حالتهم النفسية،
وتمنحهم طمأنينة خاصة في شهر رمضان الكريم. هل وصلتم فضيلتكم لمواقف أو رسائل من مستمعين تأثروا بابتهالاتكم بشكل عميق؟ ولو حدث أي موقف ترك أثر خاص في قلب فضيلة الشيخ إيهاب يونس؟ من أهم المواقف التي لا تنسى كنت في بلجيكا. أغلب الحاضرين لا يفهمون العربية. الملعب اللي كنت بأنشد فيه كان قوته حوالي أكثر من 7000 شخص، وأنا كنت بنشد قصيدة لسيدنا الإمام الشافعي: إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا، لا تيأسا من لطف ربك في الحشا، في بطن أمك نطفة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا. فوجئت بعد إنشادي واحد بيسلم عليا وبيقبلني، وهو بيقبلني لقيت وشه غرقان بالدموع. طبعا الدموع بتكون ساخنة والإنسان يقدر يفرق إذا كان ده، فوشه غرقان بالدموع وبيتكلم بالفرنساوي ومعايا المترجم، فبيقول له: أنا الصوت مخليني أنا طول الاحتفال مش قادر أبطل بكاء، فلو سمحت أنا عايز الترجمة بتاعة النص اللي الشيخ بيقوله. ترجمنا له النص. ترجمة النص يعني زادته بكاء على بكائه. فهنا هي دي قصة الإيصال. يعني أنا طبعا استشعر الجمال دون ترجمة. نعم. أما وإن ترجم فاكتمل الجمال فظهر الصدق. فهذا الحدث لا أنساه في حياتي، حدث يجعلني إن أنا أنتبه جدا. أنا كل حفلة بيبقى موقفي صعب جدا. قبل الحفلة بدقائق لا أحتمل أي إنسان يتكلم معي إطلاقا. ليه؟ لأن مش تركيز، ده توتر. ليه؟ لأن أنا مهم عندي إن الجمهور اللي جاي عشاني لازم أوصل له حاجة تعجبه، ما مشيهوش إن هو ما خدش جديد. ما هو ممكن يحضر لي مرة واثنين وثلاثة، لكن كل مرة لازم أديله هو حقه عليا. طالما جاي عشان يسمعني لازم أديله جديد. فبيبقى عندي توتر إن أنا أوصل. ومن ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى عاملة مشكلة ليا وللفرقة الموسيقية إن أنا ممكن أبقى عامل ترتيب معين، ولما أطلع المسرح أغير الترتيب من غير ما حتى أتفق مع الفرقة. والله ده كان سؤال خاص آخر كنت الحقيقة بصدد إن أنا أسأله لفضيلتك. هذا الشعور والموقف حتى اللي حضرتك ذكرته، وحتى التقائك بجمهور قد لا يتحدث العربية أو يعني يعي معاني الكلمات. إذن على أي أساس بيتم اختيار الابتهالات في الاحتفالات من قبل حضرتك؟ أنا ببقى عامل برنامج قبل الاحتفال، لكن زي ما قلت لحضرتك ان انا ممكن بعد ما اطلع الاحتفال احس ان المستمع مش عايز اللي انا حاطه في الترتيب ده. احس ان هو مش قادر، او ممكن ما يوصلوش المعنى اللي انا هوصله له ده، فاروح مغير الى تراكات اخرى او الى اناشيد اخرى، فاجد التفاعل الاكثر. ربنا بيلهمني طبعا، انا مش بقول ان انا عارف ازاي، لا، بس هو ربنا بيلهمني بقراءة حال المستمع في الصالة او الجمهور بالظبط. يعني فضلت الشيخ إيهاب يونس، حضرتك بكلامك هذا قد تعتمد على لحظة إلهام أكثر من تحضير طويل قبل الأداء؟ لحظة إلهام أحيانا، وأحيانا بعد ما أقول أول 5 دقايق. يعني ممكن أقول أول 5 دقايق أقرأ بهم حالة الصالة أو حالة الجمهور، حالة المستمع. وده ما حصلش اعتباطا، لا، حصل من موقف برضو تعرضت لي. هذا الموقف أنا كنت أذكر إن أنا في إحدى قصور الثقافة، ودخلت بقول بالشعر الفصحى، فوجدت تصفيق يعني هادئ وليس له طعم. فاستشعرت إن هم مش قادرين يستوعبوا هذا الكلام، أو إن الكلام ده ثقيل على أذانهم يعني. فتحولت فجأة إلى نوع آخر من الأناشيد باللغة العامية فبدأ الجمهور يتفاعل. فحتى بصيت لقائد الفرقة فقال لي: لا، أنت خلاص مكانك، لأن أنت مش ينفع ترجع، أنت عملت اللي عملته، فكمل اليوم، لأن أنت خلاص حولت الجمهور إلى المسار اللي هو عايزه. فمن هذه اللحظة تعلمت قراءة حال المستمع. برضو من اللي أنا عايز أوصله لشباب المنشدين في هذا المضمار، علمونا المشايخ إن أنت ما تنزلش وأنت مشبع الناس كل حاجة. انزل والجمهور مشتاق إليك، انزل وهم نفسهم إن أنت تكمل، انزل
وانت في قمة نجاح. في قمة نجاح. وتألق. لكن لما تقول كل حاجة يبقى الناس هم شبعوا. يعني زي الإنسان هو بياكل، أنا هفضل آكل نوع معين من الطعام أكله طول الأكل، ما أنا هزهق منه وهشبع. لكن لما يبقى في تشويق هيبقى الأمر مختلف. صلوا على نبينا نور المدينة، صلوا على نبينا نور المدينة، الدنيا يا طه انت ليها زينة، صلوا على نبينا نور المدينة، صلوا والكل حبيبة، يريدك والكل حبيبة، مات يلا معايا صلوا على نبينا نور المدينة، الدنيا يا طه انت ليها زينة، صلوا على نبينا نور المدينة، صلوا على نبينا نور المدينة، الدنيا يا طه انت ليها زينة. نغمات على ضوء الهلال. فضيلة الشيخ المبتهل إيهاب يونس، بعض الابتهالات لا تنسى لأنها تسكن القلوب قبل الأذان. أشهر ابتهالات فضيلتك التي ترى أنها ربما شكلت محطات فارقة في حياتك وفي تصورك، ما الذي ميز هذا الابتهال أو هذا العمل حتى يقترب ويرتبط بالجمهور بهذا العمق؟ طبعا أشهر ابتهال هو ابتهال يا مالكا قدري وقدرك ليس يدركه سواك. وصل هذا الابتهال للناس لأن يعني لو يعلم الناس كواليس هذا الابتهال أو هذا الاحتفال يعني كله، لحظة أداء الابتهال هيعرفوا هو ليه وصل بهذا القدر من الشهرة ومن الحب والاستماع. الفنان باسم درويش قائد فريق كايرو ستيبس كان يبحث عني على اليوتيوب كتير جدا ولم يستطع الوصول إليه. وصل لي عن طريق أخونا علي الهلباوي. باسم طلبني فرحت الاحتفال. قبل الاحتفال بعت لي الموسيقى بتاعة الابتهال، فأنا حسيت أن أنا مش هقدر أقول على اللون ده من الموسيقى، لأن لون جديد عليا، لون الجاز لون جديد جدا. فلما سمعت الموسيقى قلت لا، أنا مش فاهم حاجة أو مش عارف أقول عليها إزاي. رحنا عشان المفترض ان نعمل بروفة، ما رحتش البروفة وما تمتش البروفة معايا يعني. رحت يوم الحفلة فقلت لهم انا ادخل منين واخرج فين، فقالوا لي هتخرج بعد آلة الدودوك وتقول اللي ربنا يفتح عليك بيه. وما كانوش يعرفوا انا هقول ايه، الكلام اللي انا نفسه انا كان وليد اللحظة. فاذا ما كانش فيه بروفة، ما كانش فيه اختيار للكلمات، ما كانش فيه اي حاجة. ولما خرجت تلقيت يعني ما رأيتموه وما يستمعون المستمعون إلى هذه اللحظة من استقبال وحفاوة رائعة، كانت مفاجأة الحقيقة. نعم. عايز أسأل فضيلتك، عندما عرض عليك هذا الأمر والتعاون مع هذه الفرقة العريقة والكبيرة لكايرو ستيبس، هل وجدت تعارضا مع كون حضرتك أزهري في الأساس وإمام وخطيب أو مبتهل موهوب بيستدعى لتجربة جديدة؟ هل كان هناك تعارض أو مسألة شكلت يعني بداخلك نوع من التريث أو التفكير أو الوقفة؟ هو كان في بعض التخوف لأنه أمر جديد عليا،
كنتش عارف إيه مدى استقبال الناس لي أنا في هذا اللون هيكون إزاي، ولكن قلت إن هي تجربة يعني أمر بيها، وإن شاء الله يعني ما تكونش سيئة، لكن تكون حتى لو هي يعني مش كويسة تكون عادية. لكن ما توقعت هذا النجاح الذي مرت به هذه التجربة. الحمد لله رب العالمين. مالك الملك في يديك قيادي، ألهم الحمد والثناء فؤادي، يا هدى السالكين، يا اهدي قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من سبيل الرشاد، ليلت باسمك الخلائق جمعا من مناد ومنادي، ليلت باسمك الخلائق جمعا كلهم سائل وأنت مجيب، كلهم سائل وأنت مجيب. يا الله يا الله نغمات على ضوء الهلال. فضيلة الشيخ المبتهل إيهاب يونس، من اللحظات التاريخية في مسيرة حضرتك ظهورك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أمام فخامة رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء وزعماء العالم. كيف كان شعور حضرتك وأنت تؤدي الابتهال في هذا المحفل العالمي في هذه المناسبة التاريخية؟ وهل شعرت وقتها، وهو ليس يعني جديد عليك أن تقف على خشبة المسرح، ولكن تحديدا في هذا الموقف، هل شعرت أنك تمثل الصوت الروحي لمصر أمام العالم؟ مجرد التكليف كان أمر صعب جدا. مجرد إن أنا استقبلته إزاي أو كواليس وشيخ إيهاب؟ مجرد ما جاني التليفون وقالوا لي أنت في افتتاح المتحف أمام الرئيس. قبل الافتتاح بقد إيه؟ قبل الافتتاح بحوالي 3 شهور، لأنه الافتتاح طبعا كان مقرر أنه يبقى قبل كده، ولكن طرأت ظروف فأجل هذا الاحتفال كما يعلم الجميع. لما أبلغت بأن أنا هشارك، طبعا كان من أحلامي أن أنا أكون أمام فخامة الرئيس في أي محفل، أو أن فخامة الرئيس يسمعني، لأن ده كان من أحلام والدي ووالدتي أيام الزعماء السابقين وأنا صغير. إن كان حلم من أحلامهم إن أنا أبقى في المسابقة العالمية مثلا بتاعة ليلة القدر ويكرمني الرئيس. وأنا لما طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسي أقابله ونفسي أكون أو هو يسمعني، حتى لو مش هسلم عليه أو أشوفه هو يسمعني. كانت مفاجأة أنه تحقق لهم ما أرادوا. بالضبط. لما بلغت طبعا الفنان الرائع هشام نزيه هو اللي عامل الموسيقى وهو اللي رشحني، فترك لي اختيار الكلمات. أنا دايما لما بختار الكلمات في احتفالات زي كده
ببقى بسأل على كواليس الموضوع. انتوا الاحتفال او الموسيقى هتبقى ماشية بتعبر عن ايه وتتكلم عن ايه، عشان أدي او اختار المناسب لها من كلمات. فوضح لي وشرح لي ان هي بنتكلم عن حضارة مصر وعن قدم مصر وعن فاخترت كلمات الحلاج اللي هي يا منية المتمني أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني يا من رياض معانيه قد حويت كل فني وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني. والله حضرتك كمان فاجئتنا أن اختيار الكلمات في هذا المحفل العالمي كان مطروقا لحضرتك. نعم. وليس يعني وليس بتوصية أو محدد. لا، أنا اللي اخترت الكلمات وتمت الموافقة عليها من الفنان هشام نزيه ومن المشاركين في إخراج هذا العمل. وبدأنا لما بدأت البروفات الفعلية أخذنا حوالي أسبوع بنعمل ترتيبات الحفل وكيفية الصعود على المسرح. البروفات كانت بالنسبة لي كوم والحفلة نفسها كوم تاني، إنه أنا شايفني فخامة الرئيس بالفعل وجود الرئيس وليس مجرد تدريب. لا ليس مجرد افتراضي. صحيح. ولذلك أنا حتى في البروفات كنت دايما بطلب من بتوع هندسة الصوت شيء معين، بطلب حاجات لأن أنا عايز أخرج في أبهى صورة بقدر المستطاع عشان أبقى يعني على قدر هذه المسؤولية. ولما صعدت على خشبة المسرح وبدأت أن أنا أقول، شعرت رغم عدم رؤيتي للسيد الرئيس شعرت بانتباه السيد الرئيس لإلقائي وإنشادي. يعني كيف استشعرت هذا الانتباه؟ يعني ما أعرفش، أنا جالي هذا الإحساس إن هو منتبه وإن هو ينظر إلي ويبتسم. وهذا ما قيل لي فعلا بعد أدائي. يعني كنت تراه يا شيخ. يعني أنا أرى الله بصيرا. الله يبارك في حضرتك. فدي كانت بالنسبة لي دي نقلة. الحمد لله أن ربنا اختارني لهذه النقلة. وأتمنى أن أنا أكون في أي احتفال أو في أي لقاء مرات مع فخامة الرئيس إن شاء الله، وأكون على قدر المسؤولية إن شاء الله. تمنيت شيئا فأنت كل نغمات على ضوء الهلال. دائما أبدا ما نستمتع بكل إطلالة وبكل اختيار من الابتهالات والتواشيح اللي فضلتك بتطل علينا بها، لكن لا أستطيع أن أمنع نفسي أن أسأل فضيلة المبتهل إيهاب يونس عن أدائه في شهر رمضان. هل بيختلف هذا الشهر المبارك التي يعني يعد الابتهال جسر ما بين الأرض والسماء، هل بيختلف أداء فضيلتك في هذا الشهر عن بقية العام؟ كلنا بننتظر هذا الشهر، كلنا يعني المبتهلين والمنشدين بننتظر هذا الشهر لأن احنا بيبقى ده متنفس كبير جدا جدا هو لينا. حفل كبير أنتم يعني من يحيوا. نعم، متنفس كبير لنا، سواء إذا كنا هنؤدي ده في مصر أو في خارج مصر. لكن طبعا في مصر بيكون ليه طعم أكبر لأن
أهل مصر في استقبالهم لفن الإنشاد في رمضان بيستقبلون هذا الأمر بحفاوة شديدة، لا سيما كثير من الدول خارج مصر يعني يطلبوننا كمنشدين مصريين مؤدين لهذا اللون، ويستقبلون استقبال شديد جدا، شديد الحفاوة والحب. يعني بالنسبة للأداء طبعا بيكون أداء مختلف، أداء فيه لهفة، أداء فيه تنافس، ان انا ببقى حتى لو تنافس انا وزميلي انا بحبه، بس انا محتاج انا وهو ممكن نعمل مباريات انشاديه من مصلحتنا نحن شيخ إيهاب نحن الفائزون بهذه المباريات. نعمل مباريات انشاديه، مباريات في التلاوات، مباريات في الاداء، كل واحد فينا يخرج ما عنده من مقامات ومن حليات صوتيه. فبيكون ده كل واحد فينا بيبقى معد لهذا الامر، وزي ما بيقولوا بيجلي صوته ويسلك صوته، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صحيح. في ظل هذه الأجواء وهذه التنافسية، ما هو الابتهال الأقرب إلى قلبك في هذا الشهر الكريم؟ وربما يعني مع كثرة المناسبات والاستدعاءات للشيخ إيهاب يونس يغلب عليه الأكثر استدعاء منك في هذا الشهر، يعني حبا وقربا منك. الابتهال الذي أحبه هو من كلمات الشاعر محمد أمين كتبي اللي بيقول: رمضان يا شهر الرياضة والرضا والصوم والقرآن والصلوات، شهر العبادة والسعادة والغنى والبر والإحسان والخيرات، شهر الصيام لقد ملأت بيوتنا فرحا، شهر الصيام لقد ملأت بيوتنا فرحا، بالجود والإحسان والخيرات. بالله يا رمضان لا تشهد على ذنبي، بالله يا رمضان لا تشهد على ذنبي، وضع سترا على زلاتي، إني لأستحي من المختار في يوم القيامة أن يرى غلطاتي. يا رب بالمختار صف نفوسنا مما تغشى من الغدرات، واجعل صلاتك للحبيب هدية منا مع التسليم والرحمات. الله، أحسنت. حقا لكل صوت ناجح رحلة تعب وتدريب وخلوة مع النص واللحن. شيخ إيهاب يونس، ترى ما الحلم الذي لم يتحقق بعد والذي تتمناه مستقبلا قريبا، يعني عاجلا غير آجل، فيما يتعلق بالحلم الفني في فن الابتهال والتوشيح؟ أن يكون فن الابتهال غير قاصر على مناسبة بعينها، أن يكون الابتهال في كل وقت، لأن الإنسان دايما بيحتاج إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والابتهال مش بس أداء كلمات صوتية، لا، الابتهال المقصود به الدعاء. ربنا يقول في القرآن الكريم: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فالابتهال متعلق بالدعاء والقرب، والإنسان دائما يحتاج إلى أن يكون قريبا من الله، وأن يدعو الله عز وجل في كل لحظاته، في السراء وفي الضراء. يعني أنا بحلم أن يكون الابتهال أو فن الإنشاد الديني دائما في كل المناسبات، في العقيقة، في الأفراح، في المولد النبوي، في الإسراء والمعراج ونصف شعبان ورمضان وكل الأوقات يكون فيه استماع من الجمهور وشغف من الجمهور
إلى هذا اللون من الفن. لكن مع الأسف ما نراه في بلادنا في هذه الأيام أن الإنشاد مرتبط بأيام وبمناسبات معينة فقط. هل هو الإيقاع السريع وضغوطات الحياة؟ بماذا تفسر؟ هذا واحد من الأسباب. من أراد أن يهدئ نفسه فليستمع إلى إنشاد الدين، أن هذا فن الروح. لكن من ضمن الأسباب مثلا أنه منذ زمن بعيد أن الإعلام مثلا لم يسلط الأضواء إلا في المناسبات. أحيانا أنا برجع ده للمبتهلين نفسهم، إنهم في كتير منهم ممكن لا يتخير الكلمة ولا النغمة، وممكن يؤدي ابتهال معين في مكان غير لائق أو في وقت غير لائق. فده بيبقى برضو محتاج انتباه من المؤدي أو من المبتهل نفسه، أن يكون صادقا ليضمن عنصر الجذب. صحيح. طول الوقت. صحيح. في ختام هذه السهرة التي لا أود بأي حال من الأحوال أن تنتهي، رسالة فضيلة المبتهل الشيخ إيهاب يونس إلى المستمعين في هذا الشهر الكريم وفي إحدى ليالي شهر رمضان، موجها لهم هذه الرسالة في ختام تختاره أنت، سواء كان ابتهالا أو دعاء أو اختار أي ما شئت. يعني طوال اللقاء تيقنا بأن حضرتك تعتمد على إلهامك ومتلقيك. فتخيل لو أن المستمعين يعني يجلسون أمامنا الآن في إحدى ليالي الشهر الكريم، ماذا تختار لهم في رسالة منك لهم؟ لو كانت هذه الرسالة فهي نحن في حاجة إلى اللجوء إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صعد المنبر: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، فلتحرص أن يغفر لك، ولم يغفر لك إلا بقربك من الله سبحانه وتعالى. فنقول: قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة يا من علي لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إلي يد، فلا تردنا يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله، أحسنت. اللهم احفظ لنا صوتك وزادك نورا وإبداعا، وجعل ابتهالك دائما أبدا نورا للقلوب وسببا في طمأنينة النفوس، ودائما أبدا يجزيك الله عنا خير الجزاء. فضيلة المبتهل الشيخ إيهاب يونس، كنت معنا في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان، صوتا يسكن القلوب ونغم يرتقي بالروح. فدائما أبدا أسعد بوجود فضيلتك معي في كل لقاء وكأنه اللقاء الأول. شكرا جزيلا فضيلة المبتهل الشيخ إيهاب يونس، كل عام وفضيلتك بخير ورمضان كريم. وحضرتك بألف صحة وسلامة، والمستمعين أنا اللي بكون سعيد جدا في لقائي مع حضرتك ومع المستمعين، وبتمنى إن شاء الله أن يديم علينا هذه اللقاءات، ودايما حضرتك يعني بتخرجي الذي لم يخرج من قبل، فهذا كما تعودت من حضرتك، يعني ربنا يبارك في حضرتك. دمت بإطلالتك المميزة وبوجودك بلا أي انقطاع إن شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
نغمات على ضوء الهلال. نغمات على ضوء الهلال، إعداد وتقديم عزة إسماعيل.